ساحل ولا سخن؟ طبعا مفيش شك ان الاستثمار في الساحل الشمالي في الوقت الحالي هو من احسن فرص الاستثمار، وده لان سعر الايجار في اليوم بيتراوح من 32 دولار لحد كمان 1200 دولار، وده طبعا تقدر تشوفه بنفسك على موقع زي اير بي ام بي. بس الفكره ان هو موسم، يعني ممكن اخرك 4 شهور بس. وطبعا الساحل الشمالي بيبدا معاه من اول الكيلو 45 لحد الكيلو 237، ودي مسافه كبيره جدا، ومؤخرا سعره زاد جدا وده بسبب الطلب الزياده عليه. طبعا الساحل الشمالي دلوقتي بقى المصيف رقم واحد في مصر. اما بقى بالنسبه للسخنه، ودي الميزه فيها ان هي مش شرط مصيف، لان الجو هناك حلو صيف شتاء. كمان بيميز العين السخنه ان هي كمان قريبه جدا من القاهره، يعني مثلا ساعه ساعه ونص بالكتير من القاهره الجديده، وساعتين كحد اقصى من قلب القاهره، وده بيخليني اقدر اتحرك واروح واجي السخنه اكتر من مره، وممكن اروحها في الويك اند مثلا. وده بيتيح ليا اني اشتري هناك بيت ممكن يبقى سكن دوم بالنسبه لي، اسيب الاولاد وارجع القاهره لو عندي شغل او مشوار مهم، وبعدين ارجع لهم تاني في نفس اليوم، وده طبعا صعب جدا في الساحل. وبالاضافه لان العين السخنه تعتبر بحر احمر، وده بيخليها تتميز بطابع جبلي فريد، مع التنوع في نوع الشواطئ بين الشاطئ الصخري والشاطئ الرملي، وكمان التنوع البيئي في البحر الاحمر نفسه زي الشعاب المرجانيه والاسماك. بالاضافه لان البحر هناك هادي معظم الوقت، وده امان جدا على الاطفال، وكمان مفيش تخبيط الساحل والموج. وطبعا الاسعار في العين السخنه بتكون اقل شويه من الساحل، وده بيخليني لو اقدر اخد في الساحل شاليه 1 بيدروم ممكن اخد 3 بيدروم في السخنه، ولو اقدر اخد 3 بيدروم في الساحل ممكن اخد تاون هاوس او توين هاوس في العين السخنه. وطبعا العين السخنه بتختلف عن الساحل الشمالي في انها شغاله طول السنه، يعني صيف شتاء نقدر نروح هناك. وطبعا لو بتستثمر ويهمك الايجار بس خايف ان الاسعار في السخنه تكون اقل من الساحل، هي طبعا اقل من الساحل، ولكن هنا بتتاجر طول السنه مش مجرد صيف وخلاص. وبعد ما عرفت كل ده، ها انت بقى ساحل ولا سخن؟ قول لنا في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش الفول.